السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد جريمة مارتيل، جريمة أخرى بشعة كتهز إقليم شتوكا إتباها، وبالضبط من دوار إمجاد التابع لجماعة إنشاد. إنا لله وإنا إليه راجعون. زوج الضحية كيخرج بتصريح على القاتل اللي ما كانش غير الجار ديالو فقط، بل كان صديقه، وأنه اتصل به وخبرو باللي السكان لقاو واحد السيد ميت بجانب الكرمة ومغطي. ومن بعد القاتل كيعاود الاتصال بالصديق ديالو وجارو وكيقول له باللي الميت ماشي راجل راه مرا، بحضور مقدم الدوار وكل هاد مايات مكرفسه بزاف. الزوج كيدخلوا الشك، هادشي ما عمرو وقع عندهم في الدوار. حاول يستفسر من الزوجه ديالو بما ان الميت كاين قدام دارو على حسب العلم ديالو، هادشي اللي قال ليه الصديق ديالو اللي هو في الاصل القاتل. بدا يتصل بها ما كتجاوبش، خاف على الزوجه ديالو وبنته وجا كيجري لقى الدنيا مقلوبه. المخازنيه، السلطه، المقدم، كلهم بداو كيصبروا فيه ويعزيوه وهو مسكين ما عارف شنو وقع. ملي كيطلع على الضحيه كيلقاها مراته كل هاد مايات مضروبه بزاف ديال الطعنات، فهنا مسكين كيتصدم. القاتل اللي هو جار الضحيه كان كيدلي بتصريحات للصحافه بدم جد بارد، وانه هو اللي اكتشف هاد القتيله، ومن بعد كيختفي على الانظار، والسبب ديال الجريمه هو السرقه. فالزوج ديال الضحيه كيتوفر على مبلغ 15 ألف درهم داخل البيت ديالو، فالقاتل والصديق ديالو كيدخل باش يسرق هذا المبلغ، كيتفاجئ بوجود الزوجه مسكينه فكينهال عليها بطعنات بالسلاح الابيض حتى كينهي الحياه ديالها على الفور. فهنا كنشوفوا انه ما بقات ثقه، جارو وصاحبو مشاركين الطعام وغدروا وقت ليه الزوجه ديالو، وبل اكثر من ذلك هو اللي علم بالجريمه للسلطات. فكنشوفوا هذه القضيه شبيهه شويه بالجريمه ديال مارتيل، الزوجه اللي كتقتل الزوج ديالها وكتمشي للمختفون تعلن على الاختفاء ديالو. الله يحفظ يا ربي ويحضر السلامه، هادشي ولا كيخلع. وباش ما نطولش بزاف، في الاخير المجرم شدوه وجماهير غفيره كاينه في عين المكان من اجل حضور تفاصيل اعاده تمثيل هذه الجريمه النكراء اللي هزت السكون هذه المنطقه اللي كانت كتنعم بالامان وبالهدوء، الى ان تفاجات بسقوط روح هذه السيده مسكينه التي ازهقت روح ديالها، مخلفه طفله صغيره لا يتجاوز العمر ديالها 6 شهور.